هلا حبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. حبايب قلبي، اليوم راح اقدم لكم فنانين كوميديين على مستوى العراق. اريدكم تكتبوا لي من هو اللي يشوفوه رقم واحد بالكوميديا بالعراق، من هو يستحق نجم الكوميديا الاول بالعراق. حبايب قلبي تكتبوا لنا بالتعليقات. حبايب قلبي، هي اراء وكلهم مبدعين صحيح، والبعض منهم طلع بادوار بسيطه بس هو كوميدي، فلذلك لازم اضيفه. حبايب قلبي، جزء نسيت فنانين بعد فاعذروني لان هم فنانين كوميديين وهواي بصراحه، وانا مو كلهم اعرفهم. اللي اريده منكم حبايب قلبي تشاركونا بالتعليقات، منو برايك انت تشوفه هو يستحق يكون نجم الكوميديا الاول بالعراق. اكتبوا لنا بالتعليقات، هذا كل اللي اريده منكم. تعالوا خلينا نشوف الفيديو وان شاء الله يا رب يعجبكم، ولا تنسونا باللايك وتعليق حلو مثلكم ومشاهده ممتعه. نبدا باول صوره، الراحل رضا طارش من الفنانين الكوميديين، فاكتبوا لنا بالتعليقات الله يرحمه وناخذ. الفنان قاسم السيد من الفنانين الكوميديين اللي هو مستمر بالمسلسلات، ينافس حسان دعدوش والله العظيم. تحياتي للفنان قاسم السيد وناخذ صرخ. الفنان ناهي مهدي، حبايب قلبي الفنان ناهي مهدي انا بالنسبه لي وجهه نظري الفنان راقي ومحترم ومبدع حماد، بس من نزع العقال ككوميديا خرب. كان هو وحسان دعدوش تذكروه قبل، هو وحسان دعدوش من مسيطرين على الساحه الكوميديا. فوجهه نظري هاي، وانا يعني قلت لك هو، وهاي ما تقلل من قيمه الفنان ناهي مهدي، بس هذا رايي يعني. تحياتي للفنان ناهي مهدي وناخص. الفنان قاسم ملاك، حبايب قلبي البعض منكم يعتبر الفنان قاسم ملاك من اوائل الفنانين الكوميديا بالعراق، وانا من ضمنهم هم. اريدكم تشاركونا بالتعليقات منو الفنان اللي يستحق ان يكون نجم الكوميديا الاول بالعراق، اكتبوا لنا بالتعليقات. تحياتي للفنان قاسم ملاك وناخص. الفنان اياد راضي، الفنان اياد راضي، حبايب قلبي شاركونا بالتعليقات، وهو منكم يختار اياد راضي، انا رايي راح اقوله بالاخير، وهذا مجرد راي يعني، فانت هم فاتمنى تحترم رايي وانا احترم رايك وارد عليك بالتعليقات. تحياتي للفنان اياد راضي ونخصر. الفنان عبد الرحمن المرشدي، الفنان الراقي صاحب الصوت الجميل، حبايب قلبي صوته يخبر يموت والله العظيم. بالمناسبة اللي ما يعرف فنان كوميدي قوي كلش قوي، حماد ماكو بس مسرح كان، يعني لو مستمر مسلسلات كان سوى شيء كلش حلو بصراحة. تحياتي للفنان عبد الرحمن ونخصر. الفنان ماجد ياسين، من ما يعرف ماجد ياسين؟ فيا حبايب قلبي اسماء قوية كلش قوية خليت لكم، كلهم مبدعين وكلهم راقين وكلهم محترمين، بس كل واحد يتفوق على واحد، مو صحيح؟ فاكتبوا لنا بالتعليقات. تحياتي للفنان ماجد وناخذ صور. الفنان احسان دعدوش بالفترة الأخيرة استحل الساحة هو بصراحة، فمثل ما قلت لكم شاركونا آراءكم، منو يستحق يكون نجم الكوميديا الأول بالعراق. تحياتي للفنان احسان دعدوش وناخذ صور. مثل ما قلت لكم اني رأيي أقوله بالأخير. الفنان محمد حسين عبد الرحيم، الفنان الكوميدي القدير طبعا، تحياتي للفنان محمد وناخذ صور. الفنان جاسم شرف، الفنان الكبير جاسم شرف، هماد الصراحة مسرحياته أكثر من مسلسلاته، وهماد لو مستمر بالمسلسلات كان سوى شغل كلش حلو. تحياتي للفنان جاسم وناخذ صور. الراحل حمود الحارثي، من يعرف عبوسي الشهر مسلسل تحت موسى الحلاق، الله يرحمه وناخذ صور. الراحل سليم البصري، من يتذكر الفنان الراحل سليم البصري بطل مسلسل تحت موسى الحلاق، الله يرحمه ونخصر. الفنان خليل الرفاعي، ترى الفنان خليل الرفاعي من الفنانين الكوميديين يعني، الله يرحمه ونخصر. الفنان علي جابر، فنان الكوميديين قلبي، الفنانين اللي قدمتهم لكم يعني كل الكوميديا انواع، فكل كوميديا وكل فنان منهم له لون خاص يعني. تحياتي للفنان علي وناخذ صورة. الفنان زهير محمد رشيد، من يتذكر زهير محمد رشيد؟ أشهر مسلسل له على مست وهيبة علاء، تحياتي للفنان زهير وناخذ صورة. الفنان مكي عواد، الفنان مكي عواد من الفنانين الكوميديين القوي كلش بصراحة، الله يرحمه وناخذ صورة. الفنان رزاق أحمد، فنان شاب صراحة كوميديا حلوة مالته بصراحة، بس ابتعد بالفترة الأخيرة ابتعد عن المسلسلات. تحياتي للفنان رزاق وناخذ صورة.
الراحل علي داخل. من ما يعرف علي داخل؟ الله يرحمه طبعا، الله يرحمه وناخص. الفنان فوزي مهدي. الفنان فوزي مهدي فنان قديم من الفنانين الكوميديين اللي ما يعرف طبعا البعض من هذا الجيل، الله يرحمه وناخص. الفنان حافظ العيبي بطل مسلسل بيت الطين عليوي، ترى الفنان كوميدي. شبيكم راح ينصدم من بعض الفنانين هم اصلا كوميديين ترى يعني. تحياتي للفنان حافظ العيبي وناخص. الفنان كريم الشيخ من الفنانين الكوميديين بصراحة، بس اسلوبه بالبث كلش مو حلو، اسلوبه مو مال واحد فنان يفشر ويسب العالم. بصراحة انا اتمنى يسد التيك توك، اتمنى بصراحة، وهاي نصيحة له يعني، صح هو اكبر مني بس وكونه فنان بصراحة يفشر 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 ماكو هيك بصراحة، اللي شايفه واللي راح يعرف كلامي شنو اقصد انا. تحياتي بس ككوميديا هو مبدع بصراحة. تحياتي للفنان كريم وناخص. الراحل فائز السنفور من الفنانين الكوميديين بصراحة، قديم كلش قديم ترى شباب، الله يرحمه وناخص. الفنان نزار علوان من الفنانين الكوميديين بصراحة، تحياتي للفنان نزار وناخص. الفنان خليل ابراهيم من الفنانين الكوميديين هم شباب ترى، يعني له هواي ادوار كوميدية، تحياتي للفنان خليل وناخص. الفنان خضير ابو العباس من الفنانين الكوميديين بصراحة، تحياتي للفنان خضير ابو العباس وناخص. الفنان سعدون الجبوري اللي اشتهر بدور عبور بمسلسل دار ودور، فنان كوميدي بس فترة وصار وياه حادث طبعا فلا لازم اخليه، تحياتي للفنان سعدون وناخص. الفنان سعد خليفة من الفنانين الكوميديين المبدعين بصراحة، تحياتي للفنان سعد خليفة وناخص. الفنان علي قاسم ملاك، صير ابن الفنان قاسم ملاك، تحياتي للفنان علي وناخص. الفنان عدي عبد الستار بالفترة الأخيرة حبايب قلبي، هواي منكم يسألني الفنان عدي عبد الستار متوفي؟ لا حبايب قلبي، الفنان مريض وحاليا مبتعد عن الفن، بس هو عايش الحمد لله. الخبر اللي انتشر هذا كذب. تحياتي للفنان عدي عبد الستار، وإن شاء الله يا رب الصحة والعافية ونخصه. الفنان الراحل راسم الجميلي طبعا من الفنانين الكوميديين القويين كلش بصراحة، الله يرحمه ونخصه. حبايب قلبي اريدكم تشاركوني من هو نجم الاول بالكوميديا العراقية. انا بالنسبة لي احسان دعدوش رقم واحد بالكوميديا على مستوى العراق، هاي وجهة نظري حبايب قلبي، وهذا رأيي الشخصي بس يعني. اريد انت تشارك وجهة نظرك ورأيك الشخصي، شاركه بالتعليقات، ولا تنسانا باللايك وتعليق حلو مثل وجهك. حبايب قلبي اتمنى وقفتكم وياي بدعم، صراحة مقصرين وياي بالفترة الأخيرة، فاريد تعوضونه هو لايك وتعليق، ودك لايك تعليق حلو مثلك اللي هو لايك وتعليق مثل تذكر اسم الفنان اللي تشوفه انت نجم الكوميديا الاول بالعراق وبس. تحياتي لكم حبايب قلبي، وياكم محمد كرمان.